يسعد لي أوقاتكم يا رب بكل خير من وين ما عم تتابعوني ومن ما عم تشوفوني، وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. اليوم رح نعمل مع بعض يقطين بالطحينة، أكلة كتير كتير طيبة. هلأ بالبداية عنا كيلو يقطين قطعته وقليته بزيت غزير، وعندي لحمة مفرومة قليتها مع البصلة تقريبا نص كيلو لكيلو اليقطين، وعندي كوب طحينة، وكوب طحينة تقريبا بياخد كوب ونص مي، وعندي فستق للتزيين وعصير حبتين ليمون. هلأ بالبداية بنضيف كوب ونص مي لحتى ناخد قوام مناسب للأكلة. بنضيف نص معلقة صغيرة ملح، وبعدين على الضوء بنظبط الملح تبع الأكلة. هلأ بدنا نحاول نساوي قوام الطحينة شوي سائل، لأنه بس نضيف الليمون رح يتقل القوام معنا. هلأ بنضيف عصير حبتين ليمون، ومنحرك مزبوط ومنظبط الملح. شوفوا كيف تقل الخليط بعد ما ضفنا الليمون. منخففه بربع كاسة مي. تقدروا تستبدلوا المي بمرقة اللحم، بيطلع أكيد أطيب. هلا هون ضفت اللحمة المفرومة، طبعا بتقدروا تعملوها باللحمة الشقف أو لحمة بعظم، كتير بتطلع طيبة كمان، بس أنا أولادي بحبوها باللحمة المفرومة. هلا بنضيف اليقطين، طبعا اليقطين ما بياخد كتير قلي. هلا بعد ما ضفنا حبات اليقطين بنرجع بنضيف عليهم طبقة لحمة. هلا بنضيف عليهم طبقة لحمة المفرومة اللي سويناها، وبنضيف الصوص ليغمر ليغبرهم. بعدين بنرفعهم على النار، على نار هادية كتير لمدة تقريبا ربع ساعة بس لياخدوا من طعمة بعض، ياخدوا من طعمة الصوص. وهيك بتكون خلصت أكلتنا. طبعا بتتقدم قدامها برغل بشعرية أو رز بشعرية. وهيك بتكون خلصت معنا الأكلة، ومنزينها بالفستق الحلبي، وصحتين وهنا. بتمنى منكم لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. سلام.